كشف سعيد حسبان رئيس نادي الرجاء الرياضي اليوم الثلاثاء نيته في مغادرة الفريق خلال الجمع العام الذي حدده مطلع يناير 2018. وأوضح حسبان في تصريحات إذاعية بأنه ينوي الانسحاب رسميا من رئاسة الرجاء، وعلى المنخرطين البحث عن مرشح يتولى قيادة النادي بعده، خصوصا وأنه لا أحد قدم ترشحه لمنصب الرئيس. وأكد المتحدث ذاته بأن لا أحد مزيد المساعدة للنادي على أرض الواقع، مبرزا أنه يمكن الحديث عن رؤساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا غير. وبخصوص إمكانية عودة محمد بودريق لرئاسة الرجاء مجدا، قال حسبان بأن الأمر يبقى مستبعدا لأن القانون الداخلي يمنع ترشح الغير المنخرطين لمنصب الرئيس.